السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بحلقة جديدة على قناتكم الغالية على قلبكم ميكس سبورت. اليوم راح نحكي عن اللاعبين المحترفين، أداء مع المنتخب وأداء مع أنديتهم. طبعا اللاعب السوري بيكون مع نادي بيعطي أقصى ما لا درجة بتوصل ل90%. مع الأسف لما بيجي إلى المنتخب السوري ما بيعطي ولا حتى 20%. انتوا شايفين وكلياتنا شايفين عمار رمضان ايش عم بيأدي مع فريقه. عمر السومة، عمر خريبين، مين كمان، محمد عثمان، أنطونيو يعقوب. لاعبين عم بيقدموا مستوى عالي مع أنديتهم، لكن مع الأسف مع المنتخب ما عم بيأدوا ولا 20%. طبعا أنا من وجهة نظري مع تجديد المنتخب باللاعبين الشباب. اليوم اللاعبين الكبار بالعمر الله يعطيهم العافية، حاجة كل إنسان له فترة زمنية. هذا ما موضوعنا، بنرجع لموضوعنا، الحلقة المفقودة بين المنتخب والنادي. الحلقة المفقودة عدم تواصل خوسي لنا مع اللاعبين المحترفين. يعني في كل دول العالم في قائمة بتضم 40 لاعب، 40 لاعب، تمام. خوسي لنا لازم يكون عنده على الواتساب، على الهاتف، على التليفون، على أي برنامج بدك إياه، لازم يكون في عنده هال40 لاعب. أنا معتمد عليكم، أنا متابعكم. اليوم انصاب مثال، أمس انصاب أيهم أوسو، يا ترى المدرب خوسي لنا حكى معه بالتليفون، اطمن عليه. اليوم شفنا عمار رمضان عم بيأدي مع فريقه، يا ترى قال له مبروك اليوم انت جبت جول، انت اليوم محلك في الملعب، لازم ترجع تدافع، لازم تجي. لغة التواصل لازم تكون موجودة بين المدرب واللاعب. اللاعب عشان يعرف أهميته بالمنتخب لما بيجي بيكون مرتاح نفسيا. اللاعب لما عم بيجي هلا 10 أيام عم بيحس حاله غريب عن المنتخب. ليش؟ لأن المدرب ما في لغة تواصل بينه وبين اللاعبين، ما في. لازم يكون في برنامج، في جروب على الواتساب، يجتمعوا ال40 لاعب مع بعض يحكوا مع بعض. مو ضروري اليوم كل ساعة أنا أبعث رسالة، لا، بدورة الأسبوع مرة، كل أحد، كل نهار جمعة. اليوم مثال أنطونيو يعقوب، عمار رمضان، عندك مباراة السبت والأحد، نتفرغ السبت وأحد. عمار أنت اليوم أديت، أنطونيو أنت اليوم أخطأت بفلان مركز. لازم يكون لغة تواصل. عمر السومة، لازم المدرب يحكي مع جميع اللاعبين. لما بيكون توقف الفيفا دي، أنا عندي إحصائيات ال40 لاعب، بختار على أساسهم وأنا مرتاح 24 لاعب، وأنا مرتاح بختار. ليش؟ أنا متابعهم كل خطوة بخطوتها، متابعهم كل أسبوع بأسبوعه. بس والله أنا بغيب 3 شهور وبجي على التوقف الدولي، يا ترى مين بدي أجيب؟ يا ترى مين اللاعب الأجهز؟ إجباري اللاعب بده يجي حاسس حاله إنه أول مرة بيجي على المنتخب، إجباري. لازم يكون في لغة تواصل. هاي الحلقة المفقودة لازم تتصلح. إذا ما تصلحت الوضع ما راح يتحسن ولا 1%. طبعا نحن ما عم نحكي عن المنظومة كلها، عم نحكي هلأ بالوقت الحالي عن المنتخب. والله يعطيكم العافية. وإذا عجبكم الفيديو نرجو منكم التعليق صغير حلو مثل حكايتكم،
ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.